الجزائر المرحلة القادمة، هذا الشيء اللي طلبته مني. الجزائر في المراحل القادمة، في الأسابيع والشهور القادمة تنشوف يعني قلق وخوف في أوساط المجتمع الجزائري، المواطنين الجزائريين. وغنشوفوا يعني المظاهرات في الشوارع بسبب الفساد. وغادي نشوفوا الجزائريين غيطلبوا من بعض المسؤولين ومن بعض السياسيين باش يغادروا، يعني باش يتنازلوا عن الحكم، يعني باش يستقلوا عن الحكم. وأرى أيضا محاولة انقلاب على الحكم في الجزائر. هذا الانقلاب غادي يفشل، ما غاديش ينجح. وأيضا تنشوف باللي الجيش الشعبي في الجزائر غادي يتصدى للمخربين للإر في جنوب الجزائر ووسط الجزائر. غادي نشوفوا المخربين غيشدوهم الجيش وغيقدموهم للعدالة. وأيضا تنشوف قائد أو رئيس، لا أستبعد أن يكون هذا الرئيس الجزائري، غادي نشوفه في أحد المستشفيات خارج الجزائر، ولكن غادي تدوز إن شاء الله بخير، وغادي يتشافى في الآخر، غادي يرجع من جديد. وأيضا تنشوف بعض هذه المشاكل كله غادي تبدا واحد المرحلة جديدة كيف ما توقعت قبل. غادي تكون مرحلة جديدة في حياة الجزائريين، المرحلة القادمة غادي تكون أفضل وأفضل. وهنا غادي تشعل النار في أحد أكبر الغابات في الجزائر، وأصابع اتهام إلى جهة معينة، بحال إلى شي حد ذاك الغابة يشعلها بالعاني. فيما يخص كأس العالم، الجزائر في كأس العالم للأسف غادي تكون هناك مؤامرات وما غاديش يخلوها تدوز الدور الثاني. لهذا تنشوف يعني في المجموعات الجزائر الأرجنتين غادي تجي في الأول، والنمسا غادي تجي في الثاني، والمنتخب الأردني غيتأهل ثالثا. والله أعلى وأعلم.